القصة دي مش للكل، دي للي تعب ومش لاقي تفسير. القصة دي حصلت في مكان عادي جدا، شارع شبه أي شارع، بس اللي حصل فيها خلى ناس كتير بعدها تقول ربنا موجود بس احنا اللي مش واخدين بالنا. كانت في بنت اسمها سلمى. سلمى دي كانت بنت عادية جدا، لا جميلة زيادة عن اللزوم ولا وحشة، بس كان فيها حاجة واحدة مميزة، قلبها كان تعبان من كتر الصبر. كل يوم الصبح كانت تنزل تمشي في نفس الشارع، شارع قديم في شجرة قديمة، وأرضها دايما مبلولة من مية رشاشات أو غسيل بيوت. كانت دايما تمشي وتكلم ربها في سرها: يا رب، أنا تعبت بس والله ما زعلانة منك. سلمى عمرها ما اشتكت لحد، لا صاحب ولا أهل ولا حتى لنفسها. في يوم وهي ماشية وقفت فجأة عند شجرة كبيرة، حطت ايديها على جذعها وقالت: يا رب، لو الخير لسه جاي طمني، ولو مش جاي قويني. الدعوة دي ما كانتش دعوة واحدة، دي كانت تعب السنين طالع في جملة قالتها لربها. ومن ساعتها بدأت حاجات كتيرة غريبة تحصل. تاني يوم وهي ماشية في نفس الشارع ده، سمعت طفل صغير بيقول لأمه: ماما، هو ربنا شايفنا؟ الكلمة دي حرفيا دخلت قلبها فجأة، حست ان ربنا بيقول ليها: اه يا سلمى شايفك. عيونها دمعت بس كملت مشي. وفي يوم وهي ماشية في نفس الشارع، حست ان الدنيا بتضيق بيها اكتر، في حاجات بتطمنها وحاجات تانية بتتعبها. الصبر قل عندها، بس عندها صبر، لسه صبرة. ودايما كانت تقول في سرها ولنفسها بهمس: ليه حياتي كده؟ ليه كل حاجة متعبة؟ المكان كله هادي، لكن كل حاجة حواليها كانت بتفكرها بالزمن اللي ضاع، والسما لونها برتقالي من الشمس الغاربة، والمية على الأرض بتعكس الضوء بطريقة كأنها بتحكي معاها. كانت دايما تقف عند الشجرة وتقول: يا رب، لو الخير لسه جاي طمني، ولو مش جاي قويني. الكلمة دي ما كانتش بس دعوة، كانت كل التعب اللي في قلبها طالع في الجملة دي. وقفت دقيقة كده تسمع صوت المية وتسمع الشجر وتحس ان الدنيا ساكتة حواليها، بس قلبها كان مليان امل وخوف في نفس الوقت. في اليوم اللي بعده وهي ماشية في نفس الشارع، سمعت طفل صغير برضو بيقول لأمه: ماما، هو ربنا هيشفيني؟ ياه، قبلها بيوم هو ربنا شايفني، والنهاردة طفل تاني يقول ربنا هيشفيني. سمعت صوت أمه وهي بتقول له: أيوة يا حبيبي، ربنا هيشفيك. حست ان الجمل دي بتتربط مع بعضها، يعني في امل. الام بتصبر ابنها: وانا مش هصبر على البلاء اللي ربنا صبرهوني، ده ربنا شايفنا وربنا هيشفيك. الكلمة دي دخلت قلبها فجأة، فعلا دمعت، وهي بتدمع كانت هتقع على الارض، بس كملت مشي بدون ما حد يشوف. كل خطوة كانت بتفكرها يمكن لسه في امل، يمكن لسه في حاجة حلوة. سلمى كانت بتلاحظ كل حاجة حواليها: المية اللي بتلمع، وصوت الرياح، وورق الشجر اللي بيتحرك. كل مشهد كانت بتعلق عليه في نفسها بحكاية صغيرة. حتى المية اللي ساكنة بتتحرك، أكيد في طريقة لكل حاجة تتحرك. وبدأت تتذكر مواقف قديمة وحاجات ضيعتها في حياتها، وابتدت تفكر ازاي ممكن تلاقي القوة تاني. بعد كام يوم حصلت حاجة ضايقت قلبها قوي. خسرت فرصة كانت مستنياها من زمان. قعدت على الأرض جنب المية بصوت حواليها وقالت: حتى المية لما تتكسر بتكمل طريقها، وأنا ليه واقفة؟ يعني المية لما بتتقطع بتكمل طريقها، وأنا ليه واقفة؟ مسحت مسحت دموعها وقامت تكمل كل خطوة، حاسة إنها أقوى شوية. بعد شهر بدأت حاجات صغيرة تحصل حواليها. حد بيكلمها فجأة على التليفون بطريقة غريبة، طفل في الشارع يقول كلمة تدخل قلبها، إحساس غريب إنها مش لوحدها،
بدأت تفهم ربنا ما بينساهاش، كل حاجة كانت بتحصل علشان يديها درس وصبر. وبعد سنة سلمى رجعت تمشي في نفس الشارع ونفس الشجر نفس المية، بس هي ما كانتش نفس الشخص. قالت لنفسها يمكن ربنا ما كانش بيأخر الخير، كان بيجهزني استقبله. حست بطمأنينة لأول مرة من سنين طويلة. كل خطوة، كل دعوة، كل إحساس كان ليه معنى. ليه؟ لأن سلمى اشتغلت الشغل اللي كان ضاع منها، بعد شهر كلموها بس مكانة أكبر بمرتب أكبر، ربنا اداها بزيادة، فحست إن ربنا كان بيجهز لها حاجة أكبر، فبيقول لها اصبري، وهي فعلا صبرت ونالت. ما كانتش بتشتكي غير لربها. لو انت او انتي سمعاني دلوقتي وحاسس انك واقف ومش فاهم ليه، افتكر ان حتى المية وهي واقفة بتتحرك من تحت. ولو لسه مستني اشارة ما تستغربش لو تكون الفيديو ده ليك. ايوه ليك، انت دخلت الفيديو ده بالصدفة؟ لا، يمكن ربنا خلاك توصل له. سلام.